تخيل انك تحب العالم لدرجة انك تقتله. طب تخيل انك تشوف الفوضى في كل مكان وتصدق ان الحل الوحيد هو الفناء. ده مش جنون، ده ثانوس من كوكب تايتن، المكان اللي انهار بسبب طمع أهله. اتولد ثانوس وهو شايف الكارثة بتحصل قدامه، وشاف شعبه بيموت من الجوع، وشاف الحضارة بتنهار تحت وزن نفسها، ومن ساعتها فكرة واحدة سيطرت عليه: الكون بيتوسع اكتر من طاقته ولازم يتوازن. لكن التوازن في عقل ثانوس ما كانش عدل، كان تضحية. نص الكائنات لازم يختفي عشان النص التاني يعيش. ببساطة الدم هو الثمن. وفي رحلته دي ما كانش بيدور على سلطة، كان بيدور على غاية. جمع احجار الانفينيتي مش عشان يتحكم، لكن عشان يعيد كتابة الوجود. وفي كل خطوة كان شايف نفسه البطل الحقيقي اللي مستعد يعمل اللي غيره ما يقدرش يعمله. وفي لحظة النصر لما قال كلمته الشهيرة انا الحتمي، ما كانش بيتفاخر، كان بيسلم للقدر اللي هو نفسه خلقه. لكن بعد كل ده لما قعد في اخر مشهد على كوكب هادي وشاف الشمس بتغيب، ما كانش فيه ضحك ولا احتفال، كان فيه هدوء غريب. هدوء راجل عارف ان اللي عمله صح بس مش سعيد بيه. ثانوس ما كانش شرير تقليدي، كان مؤمن. ايمانه هو اللي خلاه خطر اكتر من اي جيش، وايمانه ان الرحمة ضعف والعدالة لازم تكون قاسية. لكن في النهاية حتى الملك اللي حاول يلعب دور القدر انتهى غرور. كده نكون وصلنا لنهاية عصر الاشرار. لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا الشر في مارفل كان شر ولا مجرد نظرة مختلفة للعالم؟ قول لي في الكومنتات مين اكتر شرير حسيت انك متعاطف معاه. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، لان اللي جاي مش عن اشرار ولا ابطال، اللي جاي عن العوالم اللي جمعتهم كلهم. تعدوا لسلسلة جديدة، المالتيفيرس بدأ يفتح ابواب.